السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وقال حسام حسن في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقده الأحد للحديث عن اللقاء: نتيجة مواجهة كرواتيا ستكون مفيدة لنا من الناحية المعنوية، وحيث أظهرت البطولة قوة المنتخبات المشاركة بها. وأضاف حسام حسن الذي سجل ظهوره الأول مع منتخب مصر عقب توليه مسؤولية الفريق الشهر الماضي خلفا للبرتغالي روي فيتوريا: وجود الجماهير سيمنحنا قوة دفع هائلة في المباراة النهائية أمام كرواتيا. وأوضح: منتخب كرواتيا لديه لاعبون على أعلى مستوى في أرقى الأندية الأوروبية، في مقدمتهم نجم ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش، ونسعى للاستفادة من هذه البطولة من الناحية الفنية خلال استعداداتنا لتصفيات كأس العالم 2026. وتابع: كانت مصمما على المشاركة في البطولة في ظل قوة المنتخبات المشاركة، ومواجهة كرواتيا ليست أصعب من نيوزيلندا، ونتطلع للفوز بالبطولة. وتابع حسن: أتعامل مع منتخب كرواتيا كفريق كامل وليس كل لاعب بمفرده، نحن نكن لهم كل الاحترام بطبيعة الحال، لكن أي فريق لديه نقاط قوة وضعف. وشدد مدرب المنتخب المصري: ندرس العديد من الحلول والعناصر الخطرة. وقال حسام حسن في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقده الأحد للحديث عن اللقاء: نتيجة مواجهة كرواتيا ستكون مفيدة لنا من الناحية المعنوية، وحيث أظهرت البطولة قوة المنتخبات المشاركة بها. وأضاف حسام حسن الذي سجل ظهوره الأول مع منتخب مصر عقب توليه مسؤولية الفريق الشهر الماضي خلفا للبرتغالي روي فيتوريا: وجود الجماهير سيمنحنا قوة دفع هائلة في المباراة النهائية أمام كرواتيا. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.